والاهلي ايه؟ نار 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 يا حبيبي نار. انهيار وصدمة عمرو أديب بعد فوز الأهلي على زد، ويفاجئ أحمد فتوح بعد القبض عليه. شاهد ماذا قال. ولكن قبل أن نبدأ، لو أنت محب وداعم للنادي الأهلي فيرجع الإعجاب بهذا الفيديو، ولا تنسوا أن تعطروا فمكم بذكر الله والصلاة والسلام على رسولنا الكريم. بعد فوز الأهلي على زد، ليواصل الأهلي سلسلة انتصاراته المتتالية ب21 انتصار، ليضرب الأهلي جميع الأرقام القياسية هذا الموسم. وهذا الذي جن جنون الإعلام الزملكاوي عمرو أديب، الذي قال: يا جماعة أنا مش عارف الأهلي هيفضل يكسب لحد إمتى، عمال يكسب على طول، ده بقاله 21 ماتش عمال يفوز ما بيخسرش خالص. إيه الحكاية يا أهلي؟ أنت مش ناوي تتعادل أو تخسر ولا إيه؟ تلعب بالأساسيين بتكسب، بتلعب بالناشئين والاحتياطي بتكسب، نفسي أشوفك بقى بتخسر يا أهلي. كولر يروح يصيف في بلده في سويسرا، وسامي قمصان هو اللي يدرب، برضه الاهلي بيكسب. ده احنا يا زمالك في وكسه كبيره والله، اما بنلعب بالاساسيين ما بنعرفش نكسب اساسا. بس في موضوع يا جماعه النهارده شاغل الراي العام. صحيت الصبح النهارده لقيت خبر نازل في كل الصحف وجميع وسائل الاعلام العربيه ان احمد فتوح خبط امين شرطه بالليل، وامين الشرطه الله يرحمه توفى، وكان مع احمد فتوح في العربيه محمد صبحي، واسم العالمين اتحفظ على احمد فتوح ومحمد صبحي وحلل لهم مخدرات. الكارثة الكبيرة، طلع أحمد فتوح شارب حشيش والنتيجة بتاعته إيجابية يا جماعة. دي كارثة والله. إيه اللي حصل لك يا فتوح؟ والله أنت صعبان عليا. واللي عجبنا أكتر النهاردة إن لقيت كتير من الأهلوية كلهم بيدعموا أحمد فتوح في هذا الموقف الحساس. الموقف ده يا جماعة ما فيش حد يشمت فيه عشان كلنا متعرضين ليه. بس يا أحمد يا فتوح حرام عليك أما تضيع مستقبلك. ده أنت عندك 25 سنة يا ابني، ليه تشرب حشيش وتروح تسهر بالليل؟ اهتم بنفسك واهتم بالتدريب، ده احنا كلنا بنحبك. بس انت بصراحة حطيت نفسك في حتة وحشة خالص، ربنا يطلعك منها بالسلامة. انت عارف لو كنت عملت الحادثة دي عادي بس مش شارب مخدرات كانت الدنيا هتمشي، بس انت شارب حشيش يا عم احمد وخبطت واحد وفي ناس ماتت وفي 3 مصابين. ربنا معاك يا ابني. لازم يا جماعة يكون في دكتور نفساني مع اللعيبة ديت ويأهلها. مش معنى ان انت لاعب كورة تروح تسهر لحد الصبح وتسكر ولا تشرب مخدرات، لازم تلتزم. شوف محمد صلاح بيعمل ايه واعمل زيه يا اخي. وفي النهاية شاركونا بآرائكم حول هذا الموضوع، ولا تنسوا الاعجاب بهذا الفيديو والاشتراك في القناة ليصلكم جديدنا.